سانتياغو أكتوبر 2025. المغرب بطل العالم للشباب. الحلم ما وقفش عند الدوحة، كمل طريقه ووصل لتشيلي. جيل جديد بقى جاهز يسند اللي بدأ الحكاية. كلنا شفنا الحلم والمغرب عاشوه وحققوه. الحدث ده مش مجرد فوز، ده تتويج لحلم بدأ من 15 سنة. بس السؤال إزاي وصلت المغرب هنا؟ وإيه اللي اتعمل في الكواليس عشان يوصل للي اتحقق ده؟ القصة دي لازم تتقال. الزمان 2009، المكان الرباط. الكرة المغربية وقتها كانت محتارة، منتخب متراجع وأندية متعثرة ومواهب بتهرب لأوروبا قبل ما تكمل حتى ال 18 سنة. لكن في القصر الملكي كان في عقل بيفكر بطريقة مختلفة. بدل ما نقعد نشتكي من النتائج، ليه ما نبدأش خطوة بجد للحل؟ وهنا اتولد مشروع جديد اسمه أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ده مش مجرد ملعب، دي كانت مدرسة وطنية في شكل أكاديمية، مكان بيعلم الولد العربي المغربي إن الحلم مش بس كورة، الحلم نظام وتعليم وأخلاق وانتماء. جوه الأكاديمية بقى كل تفصيلة كانت محسوبة. الطفل اللي بيتدرب بيتعلم لغات، بياخد دروس حقيقية، وبيعيش جو من الاحتراف الحقيقي. والمدربين مش بيزرعوا مهارة بس، لا دول بيزرعوا هوية حقيقية. فاللي اتخرج من هناك بقى زي منتج وطني أصلي. فاهمين التكتيك؟ عندهم لياقة أوروبية صح، لكن أهم حاجة عندهم هوية وطنية مغربية. لكن عشان توصل للعالمية بقى لازم تكبر الخريطة دي. والمغرب هنا كانت عارفة إن نص ولادها أصلاً بره الحدود، في فرنسا وهولندا وبلجيكا وأسبانيا. في شباب مغاربة كتير بيحلموا بالكورة، لكن لابسين ألوان تانية مختلفة عن لون بلدهم. الاتحاد المغربي اشتغل هنا بخطة دقيقة جدا، مش بس اتصالات بأولياء الأمور وتواصل معاهم، لا ده حاول يزرع فيهم الانتماء. إحنا عايزينك معانا مش بس عشان تكسبنا، لا عشان أنت واحد مننا. وفعلاً رجعوا النجوم اللي كانوا محترفين بره اختاروا يلبسوا تيشيرت المغرب. تشكيلة المغرب بقت مزيج عبقري، نصهم متكون جوه في المغرب ونصهم محترف بره، لكن كلهم بيحاربوا بتيشيرت واحد. كله كان بيمهد للحظة الحاسمة، لحظة كأس العالم 2022. المغرب تجاوزت كل التوقعات، ربع نهائي، نص نهائي، العيون كلها كانت على فريق اتكون بروح مدرسة محمد السادس وبعقلية احترافية أوروبية. العالم كله كان منبهر ساعتها، لكن المغرب كانوا عارفين إن لسه المشوار في بدايته والطريق طويل. في الخلفية جيل جديد كان بيتكون بهدوء، جيل اتربى في نفس الأكاديمية واتغذى بنفس الحلم. قدامنا دلوقتي منتخب الشباب تحت 20 سنة، معسكرات تدريب، ماتشات ودية في أوروبا، تطوير بدني ونفسي على أعلى مستوى. المدربين كانوا بيراهنوا عليهم، واتحاد الكورة كان موفر لهم كل حاجة، والإعلام بيتكلم عنهم كمشروع المستقبل. بس محدش كان متوقع إن المستقبل هيجي بالسرعة دي. نرجع تاني لسانتياغو، نهائي كأس العالم للشباب 2025، المغرب 2 والأرجنتين 0. إنجاز ما حصلش من سنة 89، من ساعة ما السعودية عملته. محدش فكر يكرره لحد ما المغرب جت وعملتها. مدرب منتخب الشباب محمد وهبي، كل الناس عارفه انه ما لعبش كوره. يا ترى مين كان المساعد بتاعه؟ يوسف حجي، نجم المغرب السابق. تخيل بقى دي لو كانت في مصر او كانت في اي دوله تانية، كان هو طبعا اللي هياخد المنتخب مجامله ومقاوله، وهو اللي يدربه، وفي الاخر هيقول لك انا ما فشلتش، انا كنت غير موفق. لكن هم اختاروا بناء على السيره الذاتيه، بناء على اللي تعب بجد واللي كان يستحق المكانه دي. والراجل رغم انه ما حققش كاس الامم الافريقيه للشباب، الا ان قدر يكمل ويحقق كاس العالم للشباب. من الاكاديميه لمنتخب الشباب للمنتخب الاول، كده المنظومه كلها اكتملت. بلد قرر انه يزرع صح فحصد الذهب. الكل كان بيسال ازاي المغرب عملت كل ده؟ هل دي صدفه ولا خطه محسوبه؟ الحقيقه ان النجاح المغربي ما كانش بالساهل، ده مشوار محتاج لنفس طويل، سنين بيراهنوا على التعليم قبل الشهره، وسنين من الايمان ان الهويه مش حاجه بتتورث، لا دي حاجه بتتبني. اكاديميه علمت الطفل انه يصدق حلمه، واتحاد اقنع المهاجر انه يرجع له، ومنتخب شباب قدر يجسد النتيجه. النهارده المغرب مش بس بتكسب بطولات، المغرب بتدرس للعالم معنى الاستثمار في الانسان. البلد اللي اختار انه يبني الجذور، ما يشتريش الثمار جاهزه، قدر في النهايه انه يقطف مجد ما حدش قدر يشتريه. النجاح الحقيقي مش انك توصل اسرع، لكن انك توصل بخطى ثابته وتحافظ على مكانك. المغرب مش صدفه، المغرب تتويج لحلم حقيقي بدا في اكاديميه محمد السادس وانتهى بالتتويج العالمي، ولسه الحكايه مكمله ما خلصتش.